السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس قطعة نظرية التطور. قطعة نظرية التطور. هم لا يقبلون قاعدة الله خالق الإنسان. من هذا؟ هو داروين. من هو سارلو داروين؟ ولد سارلو داروين في 19 فبراير عام 1809 في مدينة سيروسبيري في إنجلترا. وطنيته بريطاني وأعماله مدرس بيولوجي طبيعي. عمره 83 سنة. وفاته عام 1882 وديانته أنجليكان. وهو الذي رفض قاعدة الله خالق الإنسان واعتقد أن الإنسان تحول من القرد إلى الإنسان. مقدمة: لقد تحدثنا عن بعض وجوه الإعجاز في كتاب الله الذي أرسله للناس هاديا ونذيرا، وجعل المعجزات التي أنزلها فيه دليلا على أنه الكتاب الحق، ودعا الناس إلى التفكر فيها ليدركوا كمال خلق الله فيقدروه حق قدره ويشعروا بعظمته حين يتذكرون هذه الأمور. ولكن في أيامنا هذه نجد العديد من الإيديولوجيات التي تريد جعل الناس غافلين عن حقيقة الخلق، وتحاول أن توقع الطلاق بينهم وبين الدين من خلال أفكار لا أساس لها من الصحة. ومن أبرز هذه الإيديولوجيات الإيديولوجية المادية التي تتبنى النظرية الداروينية المعروفة بنظرية التطور، وتدعي أنها الأساس العلمي الذي تنتهي إليه المادية. ولكن الداروينية التي تدعي أن الحياة انبثقت من مادة جامدة بمحض الصدفة انهرت مع إثبات حقيقة أن الكون من خلق الله خلقه وقدره حتى في أدق تفاصيله. ولذلك من المستحيل أن تكون النظرية الداروينية التي تدعي أن الكائنات الحية ليست من خلق الله بل هي وليدة الصدفة من المستحيل أن تكون صحيحة. وليس مفاجئا أن نرى الاكتشافات العلمية تدحض نظرية التطور هذه، فتصميم الحياة معقد ومدهش. فعلى سبيل المثال في عالم الجماد يمكننا أن نكتشف مدى حساسية التوازن التي تنبني عليها الذرات. وفي عالم الأحياء يمكننا أن نلاحظ التصميم المعقد التي يجمع الذرات مع بعضها البعض. وكم هي مدهشة، وكم مدهشة آليات وبني البروتينات والأنزيمات والخلايا التي تصنع منها. إن هذه التصاميم غير العادية التي تعوج بها الحياة دحضت نظرية داروين في نهاية القرن 20. وقد ناقشنا الموضوع بكثير من التفاصيل في دراسات أخرى، وسوف نستمر في مناقشته بإذن الله. هذا قول بعض العلماء. ونظرا لأهمية هذا الموضوع نرى من المفيد أن نقدم ملخصا قصيرا في هذا المقام أيضا. يعني إذا أزيح جسم مستقر قليلا ثم عاد إلى موقعه بعد زوال القوة المؤثرة، فإن توازن الجسم إما يكون مستقرا أو هو توازن يؤدي الابتعاد عنه إلى نشوء قوى أو مؤثرات تعمل على استعداده. الله هو الذي خلق الموت والحياة. الله الذي هو خلق الموت والحياة لا غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.